فيها 550 منديل الواحده ب 10. واولاد عدوا المناديل ب 10 جنيه ب 5 جنيه. المعلقه بكام من دول؟ عدوا من واحد ب 5 جنيه. عايز المناديل ب 5. الشاي 3 ب 10 بص كان كتير اهو 3 ب 10 ودي ب 5 ودي ب 5 يلا والشوك والمعلقه والسكين كل حاجه هنا الحمد لله. والكزلك بكام؟ كده 10. يا صباح السعادة عليكم يا اولاد. النهارده بقى نزلت سوق الغلاب. والله يا بنات زي ما بقول لك كده التلاتة ب10. 3 ب10 يا اولاد. بصوا الحته بجنيه وب3 جنيه وبنص جنيه، تصدقوا ده؟ بصي بقى سوق الغلابه اللي هتلاقي فيه من الابره للصاروخ. النهارده بقى لا هتلفي ولا هتحتاري، هتلاقي مستلزمات البيت من الابره للصاروخ في السوق اللي انتوا شايفينه ده. وايه، اي حاجه قديم، اي حاجه ما انتش لاقياها، اي قطع غيار هتلاقيها برضو في السوق اللي انتوا شايفاه. وشوش للجزم والاحذيه، الطبليه اللي انتوا شايفينه، حتى المصحف بالحامل بتاعه هتلاقوا يا بنات كل حاجه في السوق اللي انتوا شايفينه ده. بقى سوق الغلابه هقول لك على عنوانه بالتفصيل وبالصوره كمان. شايفين الدبدب القمر اللي انتوا شايفينه الاوف وايت ده؟ شكله تحفه يا بنات. كاسات عرايس جديده لسه في الكرتونه بتاعتها، شنط والجنازير، بصوا اطباق صيني وحلل وملامين. بص كل حاجه يا بنات هتلاقوها في السوق اللي انتوا شايفينه. انا اكتشفت حاجات كتير قوي بعد ما اتفرجت على الفيديو وانا معاكم. شايفين الاحذيه الجديده دي بالكرتونه بتاعتها يا بنات؟ والله كاتل العادي والبايركس هتلاقوه، العجل وقطع غيار العجل هتلاقوه برضو. بصوا بقى السوق ده سوق الغلابة، هتلاقي فيه كل حاجة زي ما قلتلك. شايفين احواض الغسيل اللي انتوا شايفينها؟ لو عندك غطا حلة ناقص برضو هتلاقيه. مفتاح الانبوبة، فرن، والله انا لسه شايفة الفرن ده معاكم يا بنات. اي قطعة غيار هتلاقيها في السوق اللي انت شايفاه. وهتلاقي برضو حاجات جديدة زي ما انتوا شايفين كده، المصافي، بلاستيك، كوبايات، المنفضة اللي احنا ما عدناش بنشوفها اصلا هتلاقيها موجودة. الحاجات دي كلها ب5 جنيه، القطعة ب5 جنيه. يا بلاش والله يا بنات. ده بقى بيقولوا عليه سوق الغلابة. هتلاقي فيه زي ما انتوا شايفين الليف بتاع المواعين بجميع اشكال. شايفين؟ انتوا عارفين الكوتشيات القمر اللي انتوا شايفينها ده بكام؟ والله يا بنات كوتشيات حلوه، والناس بياخدوها للمدارس وبياخدوها لاولادهم، وفي ناس على فكره بياخدوها كمان يعيدوا فيه. دي بقى معرفش بقى هي بتبقى استيراد الخارج ولا ايه. شايفين الكوتش؟ والله يا بنات كوتشات حلوه قوي، اشكالها تحفه يا بنات. ولو قلت لكم ان الكوتش ده هو ب50 جنيه مش هتصدق. هنا بقى هتلاقي كوتشات بناتي وحريمي على فكره. والله في هصور لكم دلوقتي جزمه سواريه بناتي تحفه يا بنات، حلوه قوي. والهيلز كمان ب50 جنيه هناك. كوتشيات على جميع المقاسات. ولو بصينا كمان هنلاقي فيه بوت، وهتلاقي هاف بوت، وهتلاقي الكوتش، وهتلاقي الهيلز، هتلاقي في حاجات كتير قوي. والله يا بنات ب5 جنيه وب50 جنيه هتلاقي. هنا الاسعار هتلاقيها متفاوته، والاشكال برضو شايفين في بوت تحت اهو. زي ما انتم شايفين بقى ما شاء الله الكوتشيات. والله يا بنات جميله جدا وجديده، والكوتش بتاعها حلو، والارضيه بتاعتها والنعل تحفه يا بنات. جزم برضو كوتشيات رجالي وحريمي قطيفه بالشكل اللي انتوا شايفينها، النعل بتاعه حلو قوي، وحاجات كده تقريبا استيراد الخارج بس هايله يا بنات. زي ما انتوا شايفين بقى احنا نازلين السوق اهو، وهوريكي طبعا على ايدك كده بقى يا بنات. على ايدك اليمين هتلاقي موقف صندوق اللي داخل على السلخانه، شارع السلخانه لو تعرفوه. وفي الوش على طول هتلاقوا بنك الدم بتاع الشيخ حسنين. زي ما انتوا شايفين بقى محطوط فيه بقى افران بوتاجاز بالشكل اللي انتوا شايفينه، وقعده الحمام وحوض الحمام. والله يا بنات هتلاقوها موجود. السكوتر والعجل هتلاقوه موجود بالشكل اللي انتوا شايفينه. قطع الغيار بتاعت اي عجله، بطاطين اطفال كبار هتلاقوها، العجل، البسكليت هتلاقوها، شنطه السوق هتلاقوها. لو عندكم برضو قطع غيار لعربيات السوق او شنط السوق برضو هتلاقوها يا بنات. كوتشيات مستعمله، وفي بناطيل والله يا بنات وشمسيات، هتلاقوا كل حاجه. حتى شايفين البوتي هتلاقوها موجوده يا بنات. ممكن تجيبوها على فكره ب5 جنيه، مش هتجيبوها باسعار عاليه. انا بجد معرفش هما بيجيبوا الحاجات دي منين، بس صدقوني اسعارهم والله يا بنات هتلاقوا كل حاجه موجوده في المكان ده، من الابره زي ما قلنا لحد الصاروخ. شايفين شاشات الكمبيوتر موجوده. اللبس اللي انتوا شايفينه ده اهو بيتباع بالقطع. والله في حاجات الراجل بيقول بجنيه وبنص جنيه وب10 جنيه. هتلاقوا فيه والله بدل، وهتلاقوا فيه بناطيل جميله، وهتلاقوا فيه سواريه، فساتين سواريه. شايفين ما شاء الله الجزم، كل حاجه يا بنات هتلاقوها والله باسعار رخيصه جدا. وحاجات انا معرفش بقى ده بيبقى لبس باله ولا بيبقى في ايه،
بس في برضو لبس بيبقى لسه جديد ما حدش استخدمه برضو. انا هنا بقى حبيت ان انا انقل لكم صورة السوق ده واوريكم تفاصيله كلها. ده طبعا للناس اللي لسه ما دخلتش خالص الاسواق دي وما شافتهاش. شايفين طبعا الجواكت بامب وحاجات حلوة قوي، واسعارها زي ما قلت لك اسعار رخيصه جدا وعلى قد الايد. السوق ده زي ما قلت لك بقى هتلاقي فيه من الابره للصاروخ، هتلاقي فيه كل حاجة البيت بيحتاج. وعلى فكرة برضو لو حد برضو شغال في اي مهنة هيلاقي برضو كل حاجة موجودة هنا يا بنات. يعني هنلاقي هنا المفكات، وهنلاقي زي ما انتم شايفين برضو في سوق خضار، وهتلاقي فيه كل حاجة. اسعارهم مناسبة جدا وعلى قد الايد. ده تقريبا كده سوق الغلابة اللي موجود في المنصورة. مش هتلاقي ارخص من السوق ده، ومش هتلاقي اي حاجة ناقصاكي في السوق ده. يعني تقريبا كده لو دخلت السوق ده هتنبهر يا فوزية. هتدخلي كده طنط فزلوكة هتدخل وتستغرب من الحاجات اللي جوه السوق ده يا بنات. زي ما انا كده دخلت واستغربت في السوق اللي انتوا شايفين بقى. انا هنا بقى عايزه اوريكم الشوز السواريه. بجد بجد تحفه يا بنات، تحفه حاجه كده زي الفل. ينفع بقى العروسه وينفع اهو. منه على فكره ابيض، ومنه كان الرصاصي. بجد شكله تحفه. انا كنت بصراحه ماسكاه عشان اصوره، بس معرفش هي بصراحه اللقطه ما جاتش. ناس والله محترمه جدا بتشتري من اللبس اللي انتوا شايفينه. وزي ما انتم شايفين هتلاقوا فيه اسلاك ووشوش كهرباء، هتلاقوا كل حاجه موجوده، بستلات، كل حاجه يا بنات هتلاقوها موجوده في السوق اللي انتم شايفينه. وزي ما قلت لك باسعار ما اعرفش الاسعار دي ايه بصراحه. اسعار بسيطه جدا وحاجات بجد بجد. شايفين الجواكت لا بجد حاجات حلوه بجد. في السوق اللي انتم شايفينه هتلاقوا في السوق ده زي ما قلت لك جميع اي حاجه هتلاقيه. حتى عربيات الاطفال هتلاقيها موجوده. لا والصدمه اللي انا اكتشفتها لقيت في السوق ده حاجه انا ما كنتش اتوقعها كمان. زي ما قلت لك هتلاقي فيه كل حاجه جديده، في حاجات جديده خالص سواء لبس او سواء ادوات منزليه باسعار برضو رخيصه جدا وبسيطه وعلى قد الايد. وزي ما قلت لك برضو هنلاقي كل حاجه. هتلاقي فيه التكييفات والخلاطات والبوتاجازات كل حاجه. انا كنت بصراحه عايزه اغوص جوه السوق عشان افرجكم وافيركم زي ما انا انبهرت وما كنتش مصدقه. شنط السوق زي ما انتم شايفينها اهي. طنط فازلوكة طبعا كانت معايا واتفاجئت جدا من الحاجات اللي انتوا شايفينها سواء نجف او اباجورات بالشكل اللي انتوا شايفينه. دي بقى الجولة بتاعتنا البسيطة اللي احنا رحناها وشفناها. انا عايزة بقى اوريكم بقى غسالة. الغسالة دي تحفة يا بنات تحفة، بس بتبقى على قد البيبيهات بس. لما سألت الراجل عليها اداني سعر، بس مش عارفة بقى عايزاكم تاخدوا رأي، عايزة اخد رأيكم في الاسعار. طبعا الشوزات دي معظمها مستعمل، وهتلاقيها ارخص كمان من 50 جنيه. كور كفر للعيال اللي بيلعبهم. شايفين المشدات والانكل والحاجات اللي هي الطبيه اللي بتتلبس في الرجل دي وفي الايد. قطع انتيكات ونحاس. السنارات بتاعه الصيد هتلاقيها موجوده. شايفين الانتيكات يا بنات، الشنط والعجل. شايفين بقى قطع الغيار اللي هي بتبقى بتاعه المفكات والحاجات دي. لعب الاطفال هناك بجد ماركات يا بنات والله. حاجات فعلا الواحد انبهر لما شافها. يعني انا تاني مرة ادخل السوق ده بجد، بس صدقوني ما كنتش متوقعة ان يبقى فيه الحاجات دي كلها، وباسعار زي ما قلت لك بسيطة جدا وعلى قد الايد. يعني بقى في ناس عمال كانوا بيشتروا. في هنا باتش باج ده بتاع اللي بيتلبس في الرجل مش عارفه اسمه ايه. شايفين بقى شنط المدرسة والمراوح، سجاد وموكيت هتلاقوا. لبس فانيلات داخلي برضو هتلاقوا. والله يا بنات اسعار حلوه، وحتى القياس موجود. شنط المدارس بانواعها، الستاير موجوده، الكوتشيات موجوده. بصوا حتى في تليفونات موجوده، الشنط اللي بعجل موجوده. شايفين بقى المنطقه دي بقى تحفه. هتلاقوا فيها اوشاش لبريز الكهرباء. هتلاقوا فيها تحف هناك اهي. تحف معمولة بالنحاس بالشكل اللي انتوا شايفينه. مراوح وخلاطات ومواتير مية، مواتير كهرباء. بصوا انا مش عايزة اقول لكم انا شفت ايه ونسيت ايه، بس انتم الكاميرا موضحة كل حاجة. دي بقى الغسالة اللي قلت لك عليها بتاخد 3 كيلو. الراجل قال لي ان هي شغالة، ولما سألته على السعر قال لي ب 450 جنيه. بس انا بصراحة ما جبتهاش. هي تتشال في الايد صغيرة مش كبيرة. بس عايزة اوريكم بقى اشكال الريسيفرات. شايفين قد ايه
تليفونات ارضي بجميع اشكالها، مكوة هدوم بالشكل اللي انتوا شايفينه. انا كنت بقى هنا بقى ايه، عايزه اسال على البابور اللي انتوا شايفينه ده اهو، كان نفسي اشتريه بصراحه. عايزاكم بقى تقولوا لي هو يجيله بكام، يعني لو عايزه اشتري الباجور ابو نفس ده اهو اشتريه بكام، عشان ان شاء الله اجيبه واعمل لكم عليه حلقات. شايفين بقى موتور التلاجة اهو، والكاتل البايركس موجود، حتى طبق الدش منسوهوش يا بنات، المكانس اللي هي مكنسة الكهرباء وكولدير المية موجود، الغسالة البرميل اهي اللي هي بتاعت ايام زمان، المراوح بالريش بتاعتها. بصوا هتلاقوا جميع انواع الادوات الكهربائيه هتلاقوها موجوده في السوق ده يا بنات. هتلاقوا الجزم والكوتشيات، الملابس، الحاجات اللي هي لزوم البيت ولزوم المطبخ. والله يا بنات كان الراجل بيقول القطعه ب5 جنيه والقطعه ب10 جنيه، ومنشر الغسيل ب10 جنيه. اسعار فعلا خرافيه ما بنسمعش عنها خالص في الايام اللي احنا شايفينها دي. ارجع بقى واقول لك العنوان: ميدان الشيخ حسنين، على ايدك اليمين وانت جايه من العباسي هتلاقي مسجد، وش على طول عربيات صندوق زي سيرفيس كده. الميدان زي ما انتم شايفينه قدام منكم اهو، دي الوسعيه بتاعه الميدان. في الوش على طول هتلاقي بنك الدم الاقليمي. لو وصلت بقى لحد هنا وشايفه ان الفيديو يستاهل منك لايك، يا ريت ترفعي الفيديو بلايك حلو، منك كومنت حلو، وتقولي لي بتتابعيني منين. ما تنسوش تحبوا بعض.